احنا بنحب نسمي العيد ده عيد التجسد الإلهي أفضل من نسميه عيد الميلاد، لحسن يتفهم إن احنا بنقول إن الله اتولد في هذا اليوم. احنا عايزين نقول إن الله تجسد في هذا اليوم، أخذ جسد. يعني النهارده ما هوش البيجيننج بتاع ربنا، النهارده هو الانكارنيشن بتاع ربنا. فرق كبير بين الاثنين. الله موجود قبل كل الظهور، ملوش بدايه، وهو اللي خلقنا. لكن في هذا اليوم ربنا قرر ان يبقى انسان، فنزل في بطن امنا العذراء كانسان واتولد كانسان زينا. فنسمي النهارده اليوم اللي ربنا اخذ لنفسه فيه انسان وبقى انسان، نسميه عيد التجسد، اليوم اللي ربنا فيه اخذ جسدا، زي ما بنقول في القداس كده تجسد وتأنس. اسمعوا في الحان بتاع عيد الميلاد في المردات بتاعه الاناجيل، نقول عن ربنا كلمه جميله قوي النهارده. نقول عنه ايه؟ نقول غير المتجسد تجسد، يعني اللي ما كانش عنده كروب اخذ لنفسه كروب. نقول غير المرئي رؤوه، اللي ما كانش بيتشاف اتشاف. وغير الزمني صار تحت الزمن، يعني ربنا اللي فوق مستوى الزمن. ربنا ما عندوش زمن، ربنا ما عندوش ماضي وحاضر ومستقبل، ربنا فوق الزمن. فاللي فوق الزمن رضي في يوم من الايام ان يبقى تحت الزمن، يعني يبتدي يقول عنده يوم، عنده 2، بقى عنده سنه، بقى عنده 2 سنين، بقى عنده 10. فخضع للزمن، لكن هو اصلا غير زمني، هو فوق الزمن. ربنا ملوش لا بدايه ولا نهايه، ربنا هو الانفينيتي في كل شيء، يعني لا ليه لا بدايه ولا ليه نهايه. عشان كده تقروا ايه حلوه قوي مكتوبه في الانجيل تقول ايه؟ ولما جاء ملء الزمان، يعني لما جه الوقت اللي هو شايفه الوقت المناسب، ارسل الله ابنه مولودا من امراه تحت الزمان. يعني لما جه الوقت اللي هو محدده، اللي هو سماه ملء الزمان، يعني كمال الزمان، راح بعت نفسه او بعت كلمته وعقله وحكمته عشان يتولد من امراه ويصير تحت الزمان. الحدث ده ما كانش حدث عادي، ده اهم حدث حصل في تاريخ البشريه. ربنا اتولد، تاريخ نفسه اتقسم نصين، بقى عندنا الزمن والتاريخ، نصه اسمه قبل الميلاد، واللي بعديه بقى اسمه بعد الميلاد. والنقطة اللي في النص فين؟ تجسد المسيح. فتجسد المسيح قسم الزمن نصين، بقينا نقول قبل المسيح ولا بعد المسيح، قبل الميلاد ولا بعد الميلاد. طب ليه أي حدث تاني مهما حصل ما بنقولش عنه كده؟ عشان ما فيش في الدنيا كلها حدث أو حاجة حصلت أهم من إن ربنا نفسه ينزل ويصير إنسان ويتجسد عشان خلاصنا. فالزمن نفسه اتقسم. ولما ربنا نزل وعاش في وسطينا واتجسد وبقى تحت الزمن، كل حاجة تلامس معاها الله غيرها وباركها. كل حاجة ربنا تلامس معاها واستعملها اتغيرت واتباركت. علاقته بينا قبل الميلاد حاجة وبعد الميلاد حاجة تانية. علاقة ربنا بينا بنقسمها كده لفور ستيجز، كده لأربع مراحل. علاقة ربنا بالإنسان نقدر نقسمها لفور ستيجز، لأربع مراحل. أول مرحلة علاقة ربنا بينا لما كنا معاه في الفردوس، لما كان آدم وحواء معاه في الفردوس، وساعتها كنا نقدر نقول عايشين مع ربنا. آدم وحواء موجودين في نفس المكان اللي موجود في ربنا، بيشوفوا بعض، بيتكلموا مع بعض، بيتعاملوا مع بعض، لكن مفيش بينهم اتحاد، عايشين كأنهم 2 أصحاب عايشين في شقة واحدة. المرحلة الثانية بعد ما الإنسان غلط، بعد ما الإنسان سقط، النيتشر بتاعت آدم نفسها حصل لها كوربشن، أصبح آدم كوربتد نيتشر. والكوربتد نيتشر دي ما ينفعش تعيش في نفس المكان اللي موجود فيه ربنا اللي كله قداسة. فالمرحلة الثانية في علاقة الإنسان بربنا إنه بقى منفصل، ايزوليتد بقى خالص، بعد عن ربنا واترمى بره في الأرض، وما بقاش ينفع يتعامل مع ربنا ولا ينفع يتواصل معاه دايركت، لأن خلاص ربنا قدوس وأنت خاطي، ربنا بيور وأنت كوربتد، ما بقاش ينفع تتعاملوا مع بعض. فأصبح ربنا بعيد جدا، اللي يسميها الكتاب المقدس حصلت عداوة بين السماء والأرض، أو حصل حيطة فصلت ما بين السماء والأرض. المرحلة الثالثة بقى حصلت النهاردة لما المسيح جه. المسيح جه في شكل إيه؟ إنسان، خد جسم إنسان، خد النيتشر بتاعت الإنسان كلها. ربنا خد من أمنا العذراء كل الهيومن بينج، مش بس الجسم. ربنا خد من أمنا العذراء الجسم، وخد منها
النفس وخد منها الروح، خد كل الطباع البشريه، مش مجرد خد جسم انسان. فالمرحله الثالثه اصبح ربنا فينا، ساكن فينا، لانه خدنا، اتحد بينا. ربنا نفسه خد جسم انسان وخد طبيعه انسانيه وخلاها واحد معاه، بقت بتاعته، بقى جسمه الخاص، بقت طبيعته الخاصه. فالمرحله الثالثه في علاقتنا بربنا ان بقى ربنا فينا، بقينا واحد معاه، بقينا ثابتين فيه. وعلشان نوصل للمرحله ان يبقى ربنا فينا، يبقى ساكن فينا واحنا ساكنين فيه، نبقى حاجه واحده مع ربنا. ربنا يقول لنا انا نزلت من السماء وخدت الطبيعه بتاعتكم واتحدت بيها. اللي حابب يفضل ثابت فيا وساكن فيا ويبقى واحد معايا، طب انا وهو حاجه واحده، يتفضل يجي ايه؟ يقول لي اول حاجه يامن، يصدق ان انا جيت عشانه، يصدق ان انا الاله اللي تجسدت. طب ولو امنت وصدقت يا رب، الخطوه الثانيه يعمل ايه؟ يقول لي يتولد مني. انت اتولدت من بابا وماما، دي ما تخلكش واحد معايا. عايز تبقى واحد مني، عايز تبقى ابني، تبقى زيي، تخش في نفس النيتشر، يبقى تتولد مني. نروح نازلين على المعموديه ونطلع من المعموديه لابسين المسيح، مش كده؟ مش الكتاب قال كده؟ كل من اعتمدتم من المسيح قد ايه؟ لبستم المسيح. كل من هو في المسيح فاصبح خليقه جديده. ربنا يقول لي طب احنا عملنا هيكل كده شكله حلو بالمعموديه، الهيكل ده لازم يبقى مكرس ليا، لازم يتدشن، لازم يبقى بتاعي، مش بتاع حد تاني. فنروح جايبين زيت الميرون ودهنين كل حته في الهيكل ده، ويبقى المسيح ساكن فيه. بعدين ربنا يقول لي انا عاوز حاجه تخلينا انا وانت فعلا حاجه واحده، كاننا وان جسد فعلا، وان بادي مع بعض. تخش على المسبح تاكل من جسد المسيح ودمه، تبقى انت والمسيح ايه؟ حاجه واحده. جسم المسيح يخش في جسمك وانت تخش في جسمه، وتبقى انتوا في الاخر حاجه واحده. دي المرحله اللي احنا عايشينها النهارده، دي النعمه اللي احنا عايشين فيها النهارده. عشان كده احنا النهارده حالنا احسن من حال ادم. ادم كان عايش مع ربنا، احنا النهارده عايشين فيه وهو عايش فينا، هو ساكن جوانا متحد بينا. يفضل المرحله الرابعه بقى، ودي اللي مستنيينها في السماء، لما نخلع الجسم اللي ممكن يغلط واللي ممكن يتعب واللي ممكن يبعد عن المسيح نتيجه حروب الشياطين او شهوات الجسد، ونلبس الجسم المبجل بقى، الجسم اللي ينفع يعيش في السماء، اللي هيتحد بالمسيح اتحاد دائم. مفيش حاجه في الدنيا تفصله، لا خطيه ولا شيطان ولا شر ولا شياطين ولا شهوه جسد، اتحد بالمسيح اتحاد كامل. عشان كده قبل الميلاد حاجه وبعد الميلاد حاجه تانية. كل حاجه اتعامل مع المسيح اتباركت، وكل حاجه اتعامل مع المسيح اتغيرت. ربنا قبل التجسد كان بالنسبه لنا الاله المخيف اللي قاعد في السماء، اللي مرعوبين منه، مش كده؟ ربنا اللي نزل الطوفان، ربنا اللي نزل النار على سدوم وعمور، ربنا اللي بيخوف، ده اللي بنبعد عنه. ده قبل التجسد. طب بعد المسيح ما تجسد، علاقه ربنا بينا اتغيرت بين اولاده. ما يقول لنا لما تيجوا تصلوا تقولوا لي ايه؟ يا ابانا، وهو يقول لنا يا اولادي. فعلاقتنا بربنا اتغيرت، ما بقاش ربنا المخيف اللي قاعد في السماء، بقى ربنا اللي ساكن جوايا، اللي حته مني، اللي ينفع اتكلم معاه على انه ابويا. مش بس ابويا، ده لما اتجسد يقول لي عن نفسه كلمه حلوه قوي، يقول المسيح صار بكرا بين اخوه كثيرين. يعني بقى بالنسبه لنا في البشريه المسيح ده اخونا البكر، اخونا الكبير. مش هو لبس زينا لحم ودم؟ الكتاب المقدس يقول كده استشارك الاولاد في اللحم والدم، اشترك هو ايضا فيهما. يعني زي ما احنا كلنا مشتركين في اللحم والدم، عشان كده احنا كلنا اسمنا بني ادمين او انسان، المسيح نزل اشترك في اللحم والدم، فبقى اخونا في البشريه، بس نسميه الاخ الاكبر. صار بكرا بين اخوه كثيرين. المسيح مش بس غير الزمن ولا غير علاقتنا بيه وعلاقته بينا، ده كل حد اتقابل مع المسيح كان اليوم اللي اتقابل فيه مع المسيح بدايه جديده. يقدر يقول قبل ما قابل المسيح ولا بعد ما قابلت المسيح. لاحظوا كده في الكتاب المقدس تلاقوا كده، زكا يقابل المسيح، اليوم ده يبقى يوم بالنسبه لزكا ايه؟ يوم فاصل، مش كده؟ يقدر يقسم حياته، يقول قبل ما قابلت المسيح ولا بعد ما قابلت المسيح. السامريه تقابل المسيح، اليوم بالنسبه لها ده يبقى يوم ايه؟ يقسم حياتها كده. السامريه ممكن تقول حياتي قبل ما قابلته ولا بعد ما قابلته. الرسل قبل ما قابلناه ولا بعد ما قابلناه؟ قبل ما قابلناه كنا صيادين سمك، واللي كان عشار، واللي كان بعد ما قابلناه بقينا رسل وصيادين للناس، وبقينا. فيقدر كل بني ادم قابل المسيح يقول اليوم اللي قابلته ده يوم غير حياتي. اقدر اقسم حياتي قبل وبعد، مش كده؟
فتجسد رب المجد يسوع يقسم حياتنا قبل تجسده والبعد تجسده. ده كل مكان دخل المسيح، كل شيء اتعامل مع المسيح نقدر نقول كان قبل المسيح ولا بعديه. هسألكم سؤال كنت سألته للشباب من كام يوم. هو الهدف من التجسد المسيح يموت ويفدينا على الصليب، مش كده؟ لو ده الهدف الوحيد، ليه المسيح ما نزلش يوم الجمعة العظيمة اتصلب ومات وقام يوم الحد وطلع؟ كان ايه لازمة ال 33 سنة ونص اللي قبلهم؟ مش هو الهدف الفداء؟ كان نزل يوم الجمعة العظيمة الصبح اتصلب وقام وطلع. كان ايه لازمة ال 33 سنة دول؟ هو جاي يفدينا، ده رقم واحد، ده الهدف الأساسي، لكن في أهداف تاني كتير قوي. هو جاي يعلمنا، جاي يعرفنا طريق السماء، جاي يورينا موديل كده للإنسان. يبقى المسيح فور بيلد كده بالنسبة لنا، موديل ايكون نتعلم منها. هو ده الإنسان اللي نمشي زيه، اللي نتعلم منه. عشان كده عدى بكل مراحل الإنسان. حاجة تانية، كان جاي يبارك طبيعتنا، يبارك النيتشر بتاعتنا، عشان كده خدها من أولها، من أول ما كان جنين في بطن أمه. حاجة كمان، لو المسيح كان نزل من السماء عنده 33 سنة اتصلب، ما كانش بقى إنسان. في إنسان طبيعي بيتولد وعنده 33 سنة، فكان لازم المسيح يبتدي منين؟ من أول خلية علشان يبقى إنسان. لأن إحنا ما كناش عايزين ربنا ينزل يظهر في وسطينا، كنا عايزين ربنا يبقى زينا، واحد مننا، ياخد جسد إنسان علشان يطهر البشرية دي من الفساد اللي حصل نتيجة الخطية، فياخد الجسد ده ويخليه بتاعه، فيتطهر الجسد، ياخد الموت اللي في الجسد ده ويحوله إلى حياة أبدية. عشان كده المسيح بنقول له في التجسد: باركت طبيعتي فيك. كل مراحل الإنسان بقت مباركة، وكل أعضاء جسد الإنسان بقت مباركة. يعني كل عضو في جسمي بقى مبارك. ليه؟ عشان بقى بتاع المسيح. مش المسيح خد نفس الأعضاء بتاعتي دي؟ فالنهارده يقدر الإنجيل يقول لنا إن أنتوا كلكم أعضاء جسد المسيح. ولو حد استخدم الأعضاء دي في خطية، الإنجيل يقول له إيه؟ أنت بتاخد أعضاء المسيح وتجعلها أعضاء زانية. أنا أقول المسيح ماله؟ دي أعضاء أنا عامل ريليشن بأعضاء أنا. المسيح ماله؟ يا حبيبي مش أنت اتحدت بالمسيح في المعمودية والميرون والتناول، وبقى جسمك هو جسم المسيح، بقيت واحد معاه. مش المسيح نزل من السماء وخد جسمك وبقى واحد معاك؟ بقيت أنت وهو واحد. فعينيك بقت عين المسيح، وإيديك إيد المسيح، وكل عضو في جسمك بقى بتاع المسيح. فلو استخدمته بره شريعة المسيح وبره إرادة المسيح، يبقى أنت ما أخطأتش لجسمك، أنت أخطأت الجسم مين؟ المسيح نفسه. فهمتوا الآية دي؟ أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية. يبقى اللي بيغلط خطيئة زي دي ما بيغلطش بأعضاء هو، طب أعضاء المسيح اللي اتحد بيها من زمان، أيام المعمودية والميرون والتناول وإلى الآن. تدريب ناخده بقى لينا كلنا، نقول المسيح لما جه غير الدنيا. كل حد اتقابل مع المسيح حياته اتبدلت، وبقى يقول قبل المسيح ولا بعد المسيح. ممكن نقول النهارده يوم التجسد اللي بنحتفل بيه بتجسد المسيح ده النهارده، ممكن كل واحد فينا يقول اليوم ده بالنسبه لي يوم فاصل. اليوم ده بالنسبه لي كده يعني ستوب، ونبتدي من الاول. نحط كده نقطه ونبتدي من الاول. نبتدي اقول قبل النهارده ولا بعد النهارده؟ انا قبل النهارده كنت بعمل وبشوف وبتكلم وبسمع وبعمل كذا وكذا وكذا. بعد النهارده لا، انا بقيت خليقه جديده. ان كان احد في المسيح فهو ايه؟ خليقه جديده. هي دي التوبه. الواحد يقف قدام ربنا يقول: يا رب انا النهارده هبتدي بدايه جديده. انا النهارده يا رب عرفت انك جيت واتجسدت وبقيت انسان عشاني. فالنهارده يا رب اقف قدامك واوعدك من كل قلبي ان النهارده يبقى يوم مختلف. ابتدي اقول كده: انا من النهارده اتغيرت. وكل حاجه في حياتي اقول: لا ده كان زمان. اي فكره تجيني، اي حاجه تجيني اجي اعملها اقول: لا لا الكلام ده كنت بعمله زمان. انا بعد اليوم ده الموضوع ده اتغير. انا ما بقيتش انا بقيت اللي اتحد بيه المسيح وبقى واحد معاه. انا الابن اللي الاب نزل واتجسد ومات عشانه. انا بقى ليا مكان في سماه. انا بقيت واحد معاه. انا في المرحله اللي جايه بتاعت الابديه، مطرح ما هو يقعد على كرسيه هقعد في حجره، زي اي ابن بيقعد على حجر باباه. الانجيل قال كده: انا هنقعد على حجره، مش كده؟ انا من يغلب فسيجلس معي في عرشي كما غلبت انا وجلست مع ابي في عرشه. احنا هنقعد على حجره في السماء في حضنه. فنبتدي كل واحد فينا يقول: لا الموضوع اتغير، ما بقاش ينفع نكمل زي زمان. المسيح جه عشان يغير الدنيا كلها، المسيح جه عشان يغيرني. طب افرض انا مش قادر، نقف نرفع عينينا للمسيح على المذبح ونقول: يا رب ان ما كانش عندنا قدره تقدر تدينا.
وإن ما كانش عندنا الرغبة تقدر تدينا. المسيح يقدر يديك الإرادة ويقدر يديك القدرة على تنفيذ الإرادة. ما أنا ممكن يبقى عندي نفسي بس مش قادر، وممكن يبقى مش نفسي أصلا، أنا مبسوط باللي أنا فيه. لكن لو رفعت قلبك لربنا وقلت له رب كفاية كده، نفسي يا رب اتغير، نفسي يا رب تجسدك ده يفرق في حياتي، نفسي يا رب مجيتك على الأرض دي تكون نقطة مختلفة في حياتي، نفسي يا رب لما أعرف إنك جيت اتحدت بجسمي أحافظ على جسمي ده طاهر ونقي، عشان ده الجسم اللي هنخش بيه السماء. أحافظ يا رب على عقلي وذهني ولساني عشان دول اللي نخش بيهم السماء. كل عضو من أعضائي أحافظ عليه نقي وطاهر عشان ده اللي هيخش بيه السماء. فاللي مش قادر واللي مش عاوز واللي مكسل ممكن يفضل طول الدرس يرفع قلبه ويقول يا رب انت تقدر تديني القدره، تقدر تديني النيه. ده في ناس تقف تقول له يا رب توبني ولو غصب عني. في ناس تقول يا رب ما تستناش لما انا اللي عاوز. مش يمكن معص، مش يمكن افضل طول عمري مكسل، مش يمكن افضل طول عمري شايف ان الخطيه دي حاجه حلوه قوي ومستمتع بيها ومش عارف ابطلها. مش يمكن اكون انا اضعف من خطيتي وشهوتي وحاولت كتير ابطل وفشلت ويأست وبقيت حاسس خلاص مفيش فايده، وياما حاولت ومبقاش فايده، انا انسان خاطي وافضل طول عمري خاطي، انا مفيش فايده. المسيح ما جاش عشان نيأس، المسيح ما جاش عشان الواحد فينا يقول مفيش فايده. المسيح لو كان عارف ان احنا ما فيناش فايده ما كانش جه واتجسد ومات عشاننا، مش كده؟ المسيح لو كان عارف ان احنا مش هينفع نخش السماء ما كانش تعب كل التعب ده. تجسد المسيح النهارده بيفتح باب لكل واحد فينا، يقول له ليك مكان في السماء، ليك مكان جوايا، ليك مكان تتحد بيا وتثبت فيا وتبقى ابني واحد ليا. يا رب ده انا خاطي، يا رب ده انا بعمل عمايل ما تعملهاش، يعني ده في خطايا الانسان بيعملها الحيوانات نفسها بتقرف تعملها، ومع ذلك ربنا جاي عشان الناس دول. ربنا ما جاش عشان القديسين. خلي بالكم ربنا قال اتيت عشان مين؟ اتيت لادعو ايه؟ ابرار؟ لم آتي لأدعو أبرار بل خطاة للتوبة. ده أنا جاي من أجل العشارين، جاي من أجل الزناه، ده أنا جاي عشان السامرية وعشان زكا وعشان المرأة الخاطية وعلشان أنا جاي عشان دول. القديسين مش محتاجين، أنا جاي عشان دول. فما ينفعش النهارده بعد المسيح كل اللي عمله واتجسد ومات أقول له أنا مفيش فايدة، أنا يأست، أنا حاولت، أنا تعبت. لا، تحاول وتجاهد. ده بولس الرسول يقول لنا إيه؟ لم تجاهدوا بعد حتى الدم ضد الخطية. يعني إيه؟ يعني جاهد ضد الخطية حتى لو هتموت، حتى لو هتستسفك دمك زي الشهداء. ليه؟ أصل السماء تستاهل، الموضوع مش هزار. احنا ممكن أي حد فينا في أي لحظة يفقد حياته ويلاقي نفسه على باب السماء. يا ترى على باب السماء هيلاقي المسيح بيقول له أنت كنت ابني وحافظت على نفسك طاهر ونقي واستفدت من تجسدي فتفضل خش، ولا هيقول له انت ما اهتمتش ان انا جيت عشانك وما اهتمتش ان انا اتصلبت عشانك وما استفدتش من كل النعم والبركات اللي انا اديتها لك؟ طب انا يا رب مش قادر. يقول لي ما انا مديك حاجات تخليك تقدر، مديك جسدي ودمي على المسبح يخليك تقدر، مديك اب اعتراف تقدر تقعد معاه تحط ايده على راسك ويغفر لك خطيتك وتقدر تتناول، مديك انجيل، مديك نعم كتير جدا تساعدك، مديك الروح القدس يسكن جواك يخليك تقدر تتغير. فاحنا ملناش عذر، حتى لو مش عايزين، حتى لو مش قادرين، ممكن نقف نقول له توبني يا رب ولو غصب عني. ما تستنانيش يا رب لما انا اللي اقول لك عاوز اتوب. افرض قعدت طول عمري كسلان، ابديتي تضيع. توبني يا رب ولو غصب عني، خدني يا رب ولو بالعافيه، ما تسيبنيش اضيع، ده انا ابنك، ده انت في يوم من الايام دفعت دمك ثمن ليا، فما تسيبنيش يا رب اضيع من ايدك، انت اتجسدت عشاني. ربنا يدينا كلنا نعمة وبركة التجسد في حياتنا، ونفهم يعني ايه المسيح صار إنسان عشاننا، ويعني ايه إحنا باتحادنا بالمسيح بقينا زيه، بقينا مثله، بقينا نفس طبيعته، نقدر نوصل نقعد معاه في السماء على عرشه، نبقى أولاده، نبقى أولاد الملك وأولاد الإله، وناخد من صفاته القداسة والطهارة، وناخد الأبدية بعد كده. ربنا يحافظ عليكم، لإلهنا المجد الدائم إلى أبد الآبدين كلها آمين.